بالعكس كمان في مكونات فيها بروتين كويس، بس عندنا كذا مشكله. هل الكشري ينفع معانا في الدايت؟ والعلبه اصلا فيها كام سعر حراري؟ تعالوا اقول لكم. طيب احنا دلوقتي عندنا الكشري كمكونات، هي مكونات تنفع معانا في الدايت عادي، يعني معانا الرز والمكرونه والعدس والحمص. بالعكس كمان في مكونات فيها بروتين كويس، بس عندنا كذا مشكله، وهي طريقه عمل الحاجات دي. الفكره ان هو اكيد وهم بيعملوا الرز فمستخدمين زيت، وهم بيعملوا مكرونه اكيد برضو مستخدمين زيت. عندنا برضو كيس الصلصه ده اكيد مليان زيت. كيس الدقه بقى فيه صوديوم كتير، ودي حاجه طبعا انتوا عارفين مشاكل الصوديوم الكتير ان هي بتحبس ميه تحت الجلد والكلام ده كله. وبرضو عندنا البصل طبعا ده كله زيت فمفيش كلام. فهي دي الكم مشكله اللي موجوده. فلو حد الدايت بتاعه قاسي او عامل ديفيسيت جامد، اللي هو عامل عجز سعرات كبير، الموضوع بالنسبه له الكشري هيبقى تبويظ للدايت بصراحه. بس لو حد بيبلك ممكن ما تفرقش معاه الحاجات دي قوي، وممكن يدخله في الدايت معاه عادي. يعني في ناس كتير قوي بتبالك بتعمل كده. في فرح معدي فاستنوا بقى. العلبه دي يعتبر اصغر علبه، وفيها من 600 ل 800 سعره، وطبعا كل ما الحجم يكبر كل ما السعرات تكتر، وممكن توصل ل 1300 و 1500 سعره. يعني للاسف علبه الكشري ما تنفعش معانا في الدايت، الا زي ما قلت لكم لو حد بيبلك او بيضخم عموما يعني. والمهم بقى اخر حاجه طبعا ما تنسوش ان التفاصيل بتفرق.